توقعاتكم ايه؟ حسام حسن هيعمل ايه قدام نيوزيلندا؟ ماشي. الأول قبل ما هنتكلم على ماتش نيوزيلندا حابب أتكلم على موضوع الناشئ اللي هو بتاع النادي الأهلي اللي راح برشلونة ده، حمزة عبد الكريم. يعني عجبني أوي الكلمتين بتوع ميدو إن إحنا المفروض يعني ما يعني ده لاعب لسه ناشئ، الكلام ده كله ولازم الناس تبقى وراه وتدعمه، وهو بيشجع كابتن حسام ان هو خده. ده كلام مش وحش وكلام كويس، بس هو القصه كلها يعني لما اجي اقول لك لو حمزه عبد الكريم مش منتمي للنادي الاهلي، وحمزه عبد الكريم محسوب على اي نادي تاني غير النادي الاهلي، الاعلام كان هيقف معاه بنفس الطريقه. طيب مصطفى محمد لو ما كانش محسوب على نادي الزمالك كان محسوب على النادي الاهلي، كان هيبقى ده نفس الكلام اللي بيتقال في الاعلام. مشكله المنتخب ان احنا بندخل فيه اهلي وزمالك، يعني انا شايف ان احنا بندخل اهلي وزمالك في المنتخب. عشان كده كل واحد لما بيجي يحكم على موقف يحكم بمحبته لناديه، مش عاوز ناديه يبقى غلطان في حاجه. طيب حسام حسن يحق له انه ما ياخدش مصطفى محمد، فرحت انت ليك تارجت المفروض تحققه في كاس العالم او في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا يعتبر انت فشلت فيها، لان منتخب مصر ما حققش البطوله. منتخب مصر كده يعتبر فشل في فشل، يعني كابتن حسام حسن فشل مع منتخب مصر في بطوله كاس العالم. بالنسبه لنا انا هقول لك اللي انا قاريه من حسام حسن واللعيبه ان هم نفسهم يفوزوا ماتش واحد بس، مش تفرق معاهم بقى يكملوا يروحوا لبعيد. مش هدفهم، هو هدفهم ان احنا نعمل انجاز مش حصلش بالنسبه لمصر. ايه الانجاز بالنسبه لمصر؟ ان مصر تكون فايزه، فازت مباراه واحده، تفوز مباراه واحده. لان هتيجي تقول لي احنا شاركنا مثلا ثلاث اربع مرات مفيش ولا فوز الا على الجيل ده، فبالتالي هتفضل في الذاكره الجيل ده على طول. هو بيفكر في ان ده انجاز. مع ان لما تيجي تبص ان في فرق في افريقيا، يعني عندك غانا وصلت دور 8 قبل كده، الماتش اللي خرجت من قدام البرازيل من قدام اوروجواي لما سواريز طلع الكرة بايده وحسب ضربة جزاء وهو اتطرد وضربة الجزاء ضاعت. عندك مثلا المغرب وصلت، لعبت قبل نهائي في كاس عالم، وده اعتقد ان ممكن ما فيش فريق يقدر يحققه سواء عربي او افريقي، تبقى صعبة شوية. الكلام على انا دايما بتكلم ان حسام حسن او اي مدير فني يمسك المنتخب ياخد اللي هو عاوزه. السوق مفتوح من اللعيبه المصريه واللعيبه المصريه المحترفين، فالسوق مفتوح تعمل اللي نفسك فيه. كلام بقى على الناس يعني زمايلنا اللي هو مثلا عندي اصدقائي مثلا بيشجعوا الاهلي، كلامهم ان هو صح، انا موافق ان هو ما ياخدش مصطفى محمد والكلام ده كله. يا راجل مصطفى محمد ما يقدرش منتخب، يا راجل ده انت ظلمت. يعني حتى لو انت مش هتاخده تحطه اساسي ظلمته، لان الفتره اللي فاتت دي كلها مصطفى محمد موجود في التجمعات كلها، سواء حسام حسن موجود او غيره، فمصطفى محمد موجود. فلما تيجي انت تيجي تقول لا، يعني اللاعب امنيه حياته يلعب كاس عالم، تيجي تحرمه منها، حرام عليك. طيب حمزه عبد الكريم، حمزه عبد الكريم ان شاء الله هيبقى مهاجم مصر الاول وهيبقى مهاجم برشلونه. رغم ان انا زملكاوي بس انا بحب اي لاعب مصري يحترف، انا بحب اللعيبه المصريه تحترف، سواء ما هو حظه انه هيبقى منتمي النادي. فهتلاقي الاغلبيه مثلا، مش كل الناس هتبقى حابه فكره اللاعب اللي بينتمي لنادي اخر وهو بيشجعوش وهو محترف. مش هتلاقي في حته كده، في ناس كده وفي ناس كده، عادي، ده طبيعي. طيب ايه اللي خلى حمزه عبد الكريم، او المباراه اللي خلى حسام حسن حط عينه على حمزه عبد الكريم وقال لك ده هيبقى مهاجم مصر وهينضم معايا الكاس العالم؟ لازم هنشك فيها ان ده انت يعني واخدها للنادي الاهلي، هتتشك فيها كده، ملهاش حل تاني. هتروح يمين هتروح شمال، هي ملهاش حل تاني غير كده. طيب بالنسبه بقى للكابتن حسام حسن، لو انت مصطفى محمد في مشاكل ما بينك وبينه، حقك خلاص، انت كده كده رحت افريقيا ما حققش حاجه، فشلت في افريقيا، تعالى على كاس العالم. انت بتلعب على فوز واحد، ولو جبته ما حدش هيقدر يتكلم معاك. انا بقول لك الاعلام كله هيقف معاك، والكل هيقول لك المباراه المنتخب او الجيل الوحيد اللي جاب فوز لمنتخب مصر. لحد ما يجي بقى مدرب تاني في نسخه تانيه يعمل مثلا اتنين مباراه، فوز مثلا مباراتين او ثلاثه، او يصعد لدور 16 او يصعد لدور 8، يحقق اكتر منك، فساعتها هتتركن وهو ياخد الصيت تاني. ده في مصر. لما نيجي نتكلم على حد مثلا طموحك ايه، لو بتكلم على النادي الاهلي طموحك ايه في افريقيا؟ ان في ناس كتير فرحانه ان حسام حسن وصل قبل نهائي افريقيا. يعني انت كاهلاوي هل انت حابب ناديك يوصل نهائي افريقيا ويخسره، تيجي تقول ان المدرب نجح؟ مستحيل هتفكر بالطريقه دي، مستحيل. هتيجي تقول لك لا انا خسرت البطوله وده مدرب ما حققليش البطوله. اشمعنى بتيجي عند منتخب مصر وتقول عادي؟ هي مش بالطريقه دي، هي المفروض تتحسب بطريقه تانية خالص. اللي انت مثلا
انا بالنسبه لي كمنتخب مصر احقق بطوله افريقيا. طب لما اشارك في كاس العالم اعمل نتائج ايجابيه واداء كويس، لان احنا مش هناخد كاس عالم طبيعي، مش هناخد كاس عالم، بس لازم انت مستنظر. يعني مثلا كلنا فرحنا في ماتش بلجيكا، كان ماتش كويس. ماتش ادينا فيه مباراه كويسه، اللعيبه كلها كانوا بصراحه يعني كله، ما فيش حد اثر، حتى اللي هو مستواه كنت انت منتظر منه حاجه اعلى من كده برضه كان وجوده في الملعب مهم، والكلام ده كله. طيب تعالى بقى على خلاص حمزه عبد الكريم ربنا يوفقه وينجحه بتاع. السؤال اللي سالته في اول ما اتكلمت، هو لو مصطفى محمد منتمي للنادي الاهلي، هل انت كاهلاوي كنت هتقول نفس الكلام اللي انت بتقول عليه دلوقتي؟ اعتقد صعب. طيب حمزه عبد الكريم لو كان منتمي لنادي الزمالك، حسام حسن عمل معاه كده، والله كنت هتقول ازاي تاخد عيل صغير ولسه ما لعبش ولسه ما عملش حاجه، حتى لو راح برشلونه ده لسه بيلعب في الناشئين، ده في كلام ان السنه الجايه لسه ان هو ممكن ينضم للفريق الاول، الله اعلم، وان شاء الله ينضم ويبقى ويدغدغ الدنيا. بس يعني احنا بنتكلم ان لو هي كانت العكس كانش ده هيبقى رأي الناس، وهو ده بصراحة اللي مش مخلي ان في يعني في أحقية في الموضوع، وفي ما فيش ظلم يعني. ربنا يوفق المنتخب ان شاء الله. فاضل لنا ماتش نيوزيلندا وايران، وهنلاعب نيوزيلندا الماتش الجاي ان شاء الله. ربنا يوفقنا ونعمل مباراة كويسة، يعني الواحد نفسه ان احنا نروح لمستويات ابعد من كده، وان شاء الله هنكسب الماتش اللي جاي.